سيد محمد رضا السيستاني لابس قناع بمكان والده، لأن يقولون السيد السيستاني متوفي من سنة 92. خصموا الكلام، راح انزل لمستواك وأتمنى تشتري لي من هذا القناع، بس بشرط نفس المواصفات. أريد نفس هذا القناع اللي يحافظ على مقدساتك وعرضك بفتوى الدفاع الكفائي، وما خلى الشيشاني والغريب ينتهك حرمة أمك أو زوجتك أو أختك. كان هسه مغيرين اسمك إلى أبي قتادة البيتنجاني. أريد نفس هذا القناع. أمريكا قالت للقضاء على دال ألف عين شين نحتاج إلى 30 سنة، وهذا القناع قضى عليه ب3 سنين بفضل الفتوى وتضحيات الأبطال. أريد نفس هذا القناع اللي أصدر فتوى بحرمة الدم العراقي، واللي عملت على إخماد فتنة في حادثة تفجير قبة الإمامين العسكريين عليهما السلام. الفتنة كادت أن تدخل العراق في بحر من الدماء. أريد نفس هذا القناع يرعى ويتكفل بمعيشة أكثر من 100,000 يتيم في مؤسسة العين إلى أن يتخرجون من جامعاتهم ويتزوجون. أريد نفس هذا القناع أنقذ العراق من مجاعة شديدة في زمن جائحة كورونا بفضل فتوى التكافل الاجتماعي. أريد نفس هذا القناع اللي يوجه بإنشاء أكثر من 35 مركز شفاء مجانا عن طريق العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية لمواجهة جائحة كورونا. أريد نفس هذا القناع اللي يوجه بإغاثة إخواننا في سوريا من ضربهم زلزال مدمر. أريد نفس هذا القناع اللي يوجه بحل أزمة مياه البصرة بصورة عاجلة، وكل احنا نتذكرها، بحيث كادت أن تحصل كارثة بسكان المحافظة. خصموا الكلام، كل هذا ويقول السيستاني لابس قناع. يعني عبرت على الحبر الأعظم البابا وعلى الأمم المتحدة وعلى الوجهاء والعلماء وعلى الناس اللي التقت وتلتقي بيه وتسلم عليه يوميا، ذولا كلهم ما كشفوا. بس انت يا محقق كونان يا فهيم زمانك كشفت الأمر وانت قاعد ببيتك ورا الكيبورد. عمي عمل بصر ولا البصيرة، والما يعرف المعنى خلي يسأل.